السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة وسعادة وهنا. كل سنة وانتم طيبين. في فيديو النهاردة هنحضر مع بعض مخلل الليمون القضلية. طبعا الليمون ده متوفر كتير جدا في الاسواق الفترة دي بكترة، وكمان رخيص قوي مقارنة طبعا بالليمون البلدي اللي سعره دلوقتي معدي ال50 و60 جنيه. اما الليمون ده بقى فالكيلو ونص منه ب10، يعني رخيص جدا. ده غير كده طبعا ان هو حلو قوي ومفيد للمعدة عن الليمون العادي. فان شاء الله نحضره مع بعض بطريقتين جمال جدا، كل طريقة اجمل من التانية. وكمان هتاكليه بعد اسبوع واحد بس من تخليله، وهنعمله بقى خلطة تخليل جميلة جدا جدا. متأكدة ان الفيديو هيعجبكم والطريقة كمان. تعالوا بينا نبدأ الفيديو على طول ونشوف هنحضره مع بعض ازاي. بس اهم حاجة قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنسيش تسمي الله وتصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وطبعا لو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تحط لايك، ولو اول مرة بتتابعيني اتمنى طبعا مشاركتك معايا في القناة. تعالوا بينا على طول نبدأ الفيديو ونشوف هنحضره مع بعض ازاي. اول حاجة بنات، انا معايا هنا كمية من الليمون القضلية. طبعا ده شكله للي ما يعرفوش، بتكون كده الحباية كبيرة شوية، يعني مقاربة كده لحجم البرتقانة او اليوستفندية الكبيرة. كمان في ليمون بيكون باللون الاصفر ده، وفي ليمون كمان بيكون باللون الاورنج او لونه اورنج كده لون البرتقانة بالظبط، وحجمه كبير زي ما احنا شايفين كده. طيب بالنسبة لليمون ده والليمون البلدي، الليمون ده بيكون خفيف على المعدة لان نسبة الحمض فيه بتكون اقل من الليمون البلدي، فهو بيكون خفيف على المعدة مقارنة بالليمون التاني طبعا. تمام. فانا بجيب بقى كمية الليمون، طبعا الكمية اللي انت عايزاها. باخد الليمون وبغسله كويس جدا، وببدأ على طول ان انا ابدأ في تخليله. طبعا انا قلت لكم ان احنا نعمل الليمون بطريقتين اتنين. اول طريقه معانا بنات وهو الليمون المعصفر. ببتدي اخد نص كميه الليمون اللي معايا، وطبعا مش بنقيه بقى لان هو كله يعتبر كله كبير او حجمه كده متفاوت، مش صغير قوي، لا اللهم بارك كله حجمه كبير. فانا هبدا اخد كده نص كميه كده عشوائي وهبدا ان انا اقطعه. بابتدي اخد الليمونه كده وابدا ان انا افتحها نصين كده او اعمل علامه زائد فيها بالراحه. مش بنزل بقى السكينه لتحت خالص، يعني كده لحد نص الليمونه بس كده من فوق، وبعد كده خلاص. مهم جدا انك تخلي بالك ان الفتحه دي ما تكترش اكبر من كده، علشان لما نيجي نحط فيها الحشوه يعني هي ما تتقطعش معانا والحشوه تنزل منها. شايفين؟ هنعمل مع بعض كمان واحده. ببدا اخد كده الليمونه وبفتحها نصين كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده، يعني بنعمل علامه زائد كده. ومش بنزل بالسكينه لتحت خالص، بتكون بس كده لحد نص الليمونه. تمام كده بتخلصي بقى كل الكميه اللي معاكي بنفس الطريقه. عايزه اقول لكم يا بنات بجد استغلوا وجود الليمون ده في الاسواق، بجد جميل جدا ومفيد ورخيص قوي. وتقدري تعمليه من دلوقتي كمان، ينفع معاكي لمخللات رمضان ان شاء الله باذن الله، تقدري تعمليه ويستوي معاكي قبل رمضان. خلاص كده يا بنات، انا كده خلصت كميه الليمون اللي معايا تقطيع بالشكل ده. بجهز بقى حله فيها ميه كده وبرفعها على النار. طبعا دلوقتي احنا نعمل الليمون ده هيستوي معانا ان شاء الله في اقل من اسبوعين، لان طبعا الخطوه دي مهمه جدا لو انت عايزاه يستوي معاكي بسرعه. اما لو انت مش مستعجله عليه وعايزاه يستوي براحته فهتستغني عن الخطوه دي تماما. بضيف بقى كميه الليمون كلها وببتدي اسيبه على النار كده لمده 4 دقايق بس او 5 دقايق. ما نزودش مده التسويه اكتر من كده علشان ما يتهريش معانا يا بنات. اول ما تحسوا ان الجلده طلعت معانا على طول بتبداي تشيليه من الميه. بجهز بقى الخلطه بتاعته. معايا كده نص كوبايه من العصفر، طبعا بيجي من عند العطار. ومعايا ربع كوبايه من حبه البركه او معلقتين كبار. ومعايا كمان شويه من الجزر المبشور، ببتدي ازودهم برضو. ومعلقتين كبار من هريسه الفلفل الاحمر او هريسه الشطه. وبنزود طبعا الملح، طبعا زي ما انت عايزه، اهم حاجه ما يكونش الملح قليل قوي علشان ما يخليش المخلل معاكي يبوظ. انا اكتفيت ب3 معالق كبار من الملح. ونخلي بالنا كمان ونعمل حساب ان احنا لسه بنضيف ملح برضو مع الميه اللي بنزودها عليه. بزود كمان كده عصره ليمونه وببتدي اقلب بقى الخلطه دي كلها مع بعضها، وكده خلاص الخلطه كانت جاهزه معايا. هنا الليمون بعد مرور 4 دقايق كده او 5 دقايق. طبعا كل شويه بنبص عليه علشان ما يوصلش معانا لدرجه ان هو يستوي معانا قوي. اول ما بيبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده، تحسي كده ان الليمونه طلعت معاكي او الجلد طلعت معاكي شويه، بتبتدي بقى ترفعيه من على النار على طول. بنفرده شويه يا بنات وبنسيبه يبرد معانا شويه علشان تقدري تمسكيه وتتحكمي فيه وانت بتحشيه، وما يبقاش سخن على ايدك. بجهز بقى الخلطه بتاعتي على طول، وببدا ان انا اخد الليمون وهبدا ان انا احشيه بقى. باجيب الليمونه كده وبفتحها كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا احنا زي ما قلت لكم فتحناها بالسكينه كده من النص شويه، وما نزلناش للاخر علشان لما نيجي نحط الحشوه دي، الحشوه ما تقعش من تحت او الليمونه تتفتح معانا وتتقطع خالص. فببدا بقى اخد الحشوه دي كده وبحطها كده في وسط الليمونه. يعني بتحط كده كميه كويسه او كميه مناسبه جوه الليمونه، وبقفل عليها كويس وبحطها كده بقى في طبق جانبي على ما بخلص كل الكميه اللي معايا. بس كده اظن مفيش اسهل من كده، بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا بدون اي تعقيد. طيب لو انت بقى عايزه الليمون معاكي يستوي معاكي براحته، او مش مستعجله عليه، فبناخد الليمون على طول بدون ما بنعمل خطوه سلق الليمون دي. تبداي تفتحيها بالسكينه نصين كده زي ما عملنا مع بعض، وتبداي تحشيها على طول بدون اي سليق بالخلطه اللي احنا عملناها برضو دي.
بس كده خلصت كل كميه الليمون اللي معايا. بجيب بقى برطمان، اهم حاجه يكون متعقم كويس. خطوه تعقيم البرطمانات دي: بتجيبي ميه مثلا سخنه وبتحطي البرطمان فيها شويه كده مع معلقه من الخل، بتسيبيه كده مع الميه شويه كده لمده ربع ساعه مثلا لحد ما يتعقم معانا كويس، وبعد كده خلاص بتبداي تجففيه وتحفظي فيه المخلل. بجيب الليمون وببتدي ان انا ارصه في البرطمان بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بترصي المخلل كده والليمونه بتكون كده قاعده علشان الحشوه ما تقعش منها. بنحاول بقى كده نزنق الليمون كده جنب بعضه، يعني بيكون كده مضغوط، مش بتسيبيه مهوي، علشان طبعا كل ليمونه تمسك التانية وما تقعش وتوقع الحشوه اللي فيها. ببدأ كده ألف الليمون زي ما انتم شايفين كده. أكيد طبعا الصورة والطريقة موضحة كل حاجة. باخد الليمونة وبحطها كده بالراحة وهي قاعدة علشان ما توقعش الحشوة اللي جواها. باخد كمان المية أو الصوص اللي نزل من الليمون على ما جهزته وبحطيته برضو على البرطمان. كان معايا كمان شوية من التتبيلة أو الخلطة اللي كنت مجهزاها لليمون، اتبقت معايا شوية كده فحطيتهم على وش البرطمان. بعد كده بحضر محلول النقع بتاع الليمون ده. بجيب لتر من المية وبزود عليه 3 معالق كبار من الملح. مش هزود الملح بقى اكتر من كده لان احنا حاطين ملح طبعا في الخلطه بتاعه الليمون علشان ما يبقاش حادق معانا قوي. بزود 3 معالق على لتر الميه. هو الطبيعي لما نحط 4 معالق على لتر ميه لاي محلول نقع لاي مخلل، لكن في الطريقه دي هنحط 3 بس او اكتفي ب3 بس. بدوب الملح مع الميه كويس جدا، والميه كمان معايا بتكون ميه دافيه، يعني مش ميه بارده من الحنفيه ولا ميه مغليه. الميه بتكون ميه دافيه كده بين، يعني بتكون ميه وسط تمام، لا هي سخنه قوي ولا هي بارده قوي. بزود الميه كده على الليمون لحد ما بغطي بقى كميه الليمون بتاعتي ما يبقاش في حاجه باينه خالص علشان ما تبصش معايا. بحط كده على وش الليمون شويه من ورق اللوري كده بيسحب الرطوبه من اي مخلل، وبزود كده شويه من زيت الزيتون، ممكن معلقتين كده من زيت الزيتون. بسيب بقى البرطمان ده كده، بسيب بقى المخلل ده كده وبسيبه لمده اسبوعين او 3 اسابيع بالكتير قوي هيكون اتخلل معانا. تمام، الطريقه دي تخليه يستوي معاكي بسرعه. وهنا كمان شايفين اللهم بارك لونه جميل جدا. تعالوا بقى على طول نعمل الطريقه التانية من الليمون المخلل اللي هيستوي معاكي ان شاء الله بعد اسبوع واحد بس. يعني ان شاء الله كده هتعمليه وبعد اسبوع تبداي تشوفيه كده هيكون استوى معاكي باذن الله وتاكلي منه على طول. بجيب بقى نص كميه الليمون الباقيه وببدا ان انا اجهزه. باخد الليمونه كده وببتدي اشيل الجزئيه اللي قدام والجزئيه اللي ورا، وبقطع كده الليمونه 4 بالشكل ده. وكل جزء او كل ربع بقطعه ليه 3 اجزاء او قطع صغيره كده. وبخلص كل الكميه اللي معايا بنفس الطريقه. بنقطع الليمونه 4 وكل ربع بنقطعه ليه اجزاء صغيره. بعد ما بخلص بقى الكميه اللي موجوده معايا كلها بكون مجهزه برضو معايا ميه على النار علشان ابدا ان انا اسوي فيها الليمون ده. المرة دي بقى هنسوي الليمون يعني ممكن زيادة عن الليمون التاني بدقيقتين اتنين. يعني لو انا سويت الليمون التاني 4 دقايق يبقى المرة دي هسويه كده لمدة 6 دقايق. تمام. بجهز بقى الخلطة بتاعته. في الكبة بحضر معايا شوية من قرون الفلفل الأحمر أو الشطة الحمراء، ومعاهم كده شوية من بشر الجزر. تمام. ببتدي ان انا افرمهم ناعم كده في الكبة علشان اعمل التتبيلة. عايزة اقول لكم يا بناتي ان التتبيلة دي بجد خطيرة، بتخلي المخلل معاكي يروح في مكان تاني خالص. بعد ما فرمتهم في الكبة ده بيكون قوامهم وشكلهم. بجيبهم بقى كده في طبق خارجي وببتدي ازود باقي المكونات. بزود بعد كده معلقتين كبار من العصفر، وبزود معلقتين كبار من حبة البركة، 3 معالق كبار من الملح، وعصير ليمون بنزود كده شوية من عصير الليمون، وحوالي كده ربع كوباية من زيت الزيتون او الزيت النباتي العادي خالص. بقلب بقى الخلطة دي كلها مع بعضها وببتدي بقى اجيب الليمون بعد ما جهزناه. طبعا انا خليته كده يستوي لمدة كده 6 دقايق، وبعد كده برفعه من على النار على طول بصفيه من المية. بجيب بقى البرطمان وبنعقمه برضو بنفس طريقة التعقيم، وببتدي اخد بقى كده ايه الخلطة اللي احنا عملناها، بحط كده رقة جوه البرطمان وبحط رقة من الليمون، وبرجع بعد كده ازود برضو رقة من الخلطة ورقة من الليمون لحد ما بنخلص بقى كل الكمية اللي معانا. بس كده يا بنات، دي الطريقة التانية معانا. عايزة اقول لكم دي بقى بعد اسبوع واحد بس ان شاء الله تبدأي تفتحي عليه كده تلاقيه استوى معاكي على طول. بملي بقى البرطمان كله بالشكل ده. في الاخر كده زودت شويه من قرون الفلفل الاحمر او الشطه الحمراء، بتخلي طبعا طعم المخلل حلو قوي. بقلب كده البرطمان كده مع بعضه. طبعا احنا ما زودناش ميه ولا اي اضافات تانية خالص ولا سوائل، ومش هنزود طبعا في الطريقه دي، ولكن كده لو لاحظت معايا هتلاقي ان البرطمان نزل سوائل منه. طبعا احنا ما ضفناش اي حاجه خالص، وكل يوم ان شاء الله هتلاحظي ان السوائل اللي فيه بتزيد عن الاول، وهو بقى هيستوي في السوائل دي كلها والملح والتتبيله اللي احنا حاطينها. في الاخر بقى زودت برده شويه من زيت الزيتون كده على الوش وبغطي على البرطمان وبسيبه. شايفين السوائل اللهم بارك كل شويه بتزيد عن الاول، وما تقلقيش منه خالص. بتسيبيه بقى كده لمده اسبوع وبعد كده بتفتحي عليه بيكون استوى معاكي وبقى زي الفل. بعد كده بتاكلي احلى مخلل ليمون قضيه ممكن تجربوه. بس كده يا بنات، احنا كده حضرنا مع بعض افضل طريقتين لعمل الليمون ده. جربوه والحقوا هاتوه بجد من الاسواق، اللهم بارك الفرصه جميله جدا ما تتعوضش. فالحقي هاتيه وخليليه وان شاء الله هيعجبكم جدا، والطريقه كمان هتعجبكم. انا كده بقى فتحت عليه بعد اسبوع واحد بس.
هنا كده خلاص شايفين كمية السوائل اللي كانت في الليمون، وما شاء الله اللهم بارك الليمون جميل جدا، ولا عمل ريم ولا عمل عفونة ولا اي حاجة خالص. ما شاء الله اللهم بارك، عامل زي الزبدة بالظبط. جربوه، ربنا يحسن ما بين ايديكم، والف هنا وعافيه للي يجربه. وبكده يكون الفيديو خلص، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتم من الطريقه. لو انتي وصلت معايا لحد النقطه دي من الفيديو ولسه اول مره بتشوفيني، نورتيني وشرفتيني واسعدني مرورك الجميل. ما تنسيش تحط لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا، وتشتركي معايا في القناه لو لسه مش مشتركه. وان شاء الله يا بنات نتقابل على خير في فيديو جديد. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.